كسكس طعام ونعمة، كل واحد كيفاش يسميه وكل واحد كيفاش يحضره، وتختلف الطريقة من منطقة لأخرى. واليوم بإذن الله راح نحضره كيف كسكس على طريقتي. يجي مزربع وعلى حبة وماهوش راح يتعجن معاكم كامل، وتانيك راح نعرفوا السر باش المرقة تاعكم تجيكم مجمرة. في الفيديو بإذن الله راح نتعرفوا على جميع النصائح والأسرار باش يجيكم بنين والبنة تاعو كيما تاع الأعراس وأفضل بألف مرة. شكل بسيط وأنيق، وأكدوا لي على البنة تاعو بعد ما تجربوه. بسم الله راح نبدأ. في البداية جبت هنا كمية تاع طعام، للأمانة أنا استعملت متوسط واستعملت تانيك اللي يتباع في المحلات. وهنا راح ندي مقدار والكمية راح تولي لكم. جبت هنا ما يقارب 500 جرام. هنا راح نجيب كمية تاع الماء ونحاول نشمخه. هدايا تاع المشرع صدقا انا ما نغسلوش كامل، عكس تاع الدار يا البنات كي نستعمل هنا تاع الوالدة تاعي ربي يحفظها، واللي هو طعام تاع الدار اللي مفتول في البيت كيما تعرفوا كامل، نشمسوه فوق السطح يتعرض للغبرة، على بها هنا لازم تغسلوه، عكس هدايا رشوه فقط. مجرد معلومة يا البنات، هذا الطعام تاع المشرة ما ينشفوش في الشميسة، عندهم آلات مخصصة في عملية التجفيف. وهنا بلا ما نحكوا على هذا الموضوع نعاودو نوليو للوصفة تاعنا. شمخت الطعام تاعي بالماء، وهنا راني درت له مغرف ونص تاع الزيت، نحاول هكذا نزربعه ونخليه ينشف. ونجوزو هنايا لاصوص اللي راح تجينا بنينة، وراح نأكد لكم اذا كان جربتوها على طريقتي رايحين تعتمدوا عليها. اليوم فضلت نستعمل طنجرة الضغط، وديرت هنا ما يقارب 2 مغارف كبار تاع الزيت يكونوا كبار، ومغرفة صغيرة تاع السمن رايحة تمدلي بنة، وهذا هو السر الأول في المرق. بعدها جبت هنا كمية تاع اللحم، للأمانة أنا استعملت غلمي، وجبت هنا حبة على البصل تكون كبيرة مرحية في رقيق. نفس الشي حبة طماطيش تكون كبيرة هي تاني قشرتها ورحيتها يا البنات. بعدها جبت هنا 2 سنينات تاع التوم يكونوا صغار ورايحة نسكرفجهم. هاد التوم راح يمدلكم صراحة بنة، لكن يا البنات ما تكتروش، 2 سنينات فقط. طريقة جد سهلة، كل حاجة على ضربة. هنا راح ندير مغرف كبيرة تاع طماطيش مصبرة، ورايحة ندير كمية تاع الملح، والتوابل راح تكون هنا كمية تاع الفلفل الأبيض، صدقني إذا كان توفر عندكم الأسود راح يكون أحسن شيء. بعدها راح ندير كمية تاع العكري، وندير هنايا راس الحانوت. من كل حاجة حوالي ملعقة صغيرة. وهنا يا البنات رايحة نخلط كلش. قبل ما نغلق هنا على طنجرة الضغط نتاعي نحاول نقليها حوالي دقيقة، باش هذاك اللحم نتاعي نقلبه من جميع المساحة ويكتسب هكذا تحميرة خفيفة. بعدها راح نغلق عليه. شوفوا هنا معايا كيفاش راهي تبان تشهي قبل ما طيب. دوكا راح ندير حوالي كاس كبير تاع الحميصه، صدقا انا تاعي ماهيش طايبه، على بها درتها هكذا تتقلى باش كي طيب لي اللحم راح تكون حاضره معايا. ونغلق على كلش ونخليهم يتقلاو. نخلي هنايا لاصوص نتاعي تتقلى ونكون هنا منظمه باش تجيني الخدمه سهله. وديرت لكم تسلسل في الاحداث باش كي تحضروه ما يديش معكم وقت طويل. في هذا الأثناء في بد ما راهي تتقلى هذيك القديرة تاعي نعاود نولي للطعام اللي راهو نشف. شوفوا لي الله يبارك كيفاش يجي على حبة، ما يتعجن ما والو، لأنه درنا له زيت الزيتون في البداية. اللي ما يحبش الريحة تاعو يقدر يستعمل الزيت العادي. هنا نحبط كامل هذاك المقدار في الكسكاس تاعي، ورايحة نديه فور حوالي 10 دقائق. في هاد الأثناء نعاود نولي هنا الطنجرة تاعي بعد ما خليتها تتقلى حوالي 20 دقيقة. راح تلاحظوا بلي اللحم راهو بدا يدخلوا هكذاك الطياب. وشوفوا لي الله يبارك لاصوص نتاعنا كيفاش راهي تبان هايلة بنينة وبزاف شابة. نجيب كمية تاع الماء اللي يكون سخون ورايحة نمرق بكمية مناسبة في بيد ما يكمل اللحم تاعي طيابو، وتاني ومن بعد راح نطيب الخضرة تاعي في نفس المرقة. ديروا حسابكم هنا تمرقوا دفعة واحدة. بعد هنايا واش راح ندير، نخلط ونزيد نعاود نغلق ونخلي هذاك اللحم نتاعي يطيب. اوكي نعاود نولي هنا الطعام تاعي بعد ما فار كيما راكم تشوفوا وطلع له هذاك البخار. نجيب هنا الجفنة ونحاول هنا نحبط كامل المقدار.
مجرد هنا معلومة يا البنات، هذا الطعام كاين اللي تخضروه هنا مرتين، أنا صراحة نخضروه مرة واحدة ويجيني هايل. تابعوا الفيديو للأخير هكذا باش تتعرفوا على النصائح والأسرار. واش راح نديرو، هو سخون راح نصبلو كمية تاع الماء اللي يكون عادي، ما يكونش سخون وما يكونش بارد فوق زيادة، ونحاول نخلط. الطعام تاعكم راه تبان بلي اللون نتاعو راهو اصفر، بمجرد هنا ما ديرولو الماء بالتدريج كما راكم تشوفوا على 3 مراحل، وتبداو تخلطوا فيه راح يولي اللون نتاعو ابيض. وتانيك الحبة تاع الطعام رايحة تتنفخ معكم، وهذا المقدار بحد ذاته تاع هذا الطعام راح يزيد يعاود يضاعف الحجم نتاعو. شوفوا لي هنا معايا راه بدا يتغير اللون نتاعو، تحسوا له يا البنات باللي كي شغل راهو احرش. هنا بمجرد ما يدي الكميه المناسبه تاع الماء راح يولي معاكم طري وناعم. ديروا الماء على 3 مراحل وخلطوا هكذايا وخلوه ينشف باش يجيكم بنين. مره واحده اخرى راح نزيدو نعاودو نديروا له كميه تاع الملح. ديروا حسابكم بلي رانا ملحنا كميه قليله في البدايه، ودوكا زدنا عاودنا درنا كميه. شوفوا لي الله يبارك كيفاش يجي على حبه وتغير اللون نتاعو. نزيدو نعاودو نخلوه ينشف. كمية الماء اللي درتها له يا البنات ما نقدرش نحددها لكم، لانه صراحة احنا نحبوه طري في الدار. كي شغل من بعد كي نجيو نسقوه حاجة قليلة تاع المرقة فقط من فوق. عكس كاين ناس ما يكثرولوش الماء في هذه المرحلة ومن بعد في الاخير يسقوه، بصح انا ما نفضلش هذه الطريقة لانه نوعا ما سبق وذكرت راح يكون احرج. شغل كي تاكلوا فيه ما يجيكمش بنين كيما كي يكون طري ويدوب في الفم. هنا درت له مغرف ونص تاع الزيت، عاود تخلطوه وشوفوا لي كيفاش يجي يا البنات. واش راح ندير، راح نزيدو نعاودو نجيبو الكسكاس ونزيد نعاود نديه ايفور. نصيحة للمبتدئة، واذا كان دارت 1 كيلو طعام رايحة هنايا تفور نصف الكمية، بعد ما تطلع الفورة تاعها رايحة تزيد تعاود دير النصف المتبقي هكذا باش تضمنوا باللي ماهوش راح يتعجن معكم. عكس انا صراحه استعملت نصف كيلو فقط راح نفورو دفعه واحده. نعتذر منكم على الصوت نتاعي ولا غراني عيانه، بس حبيت ندير معكم المونتاج. واش راح نستعمل خضره لنهار اليوم، زروديه قرعه وبطاطا. كما تعرفوا الزرودية تطول في الطياب راح نقسمها على النصف. فيما يخص هنايا البطاطا اذا كان عندكم حبة كبيرة كيما تاعي لا تقسموها يا البنات على النصف، هي تانيك فقط. كي تكون كبيرة فوق زيادة قسموها على 4. والقرعة نقسمها غير هكذا وندي كلش يطيب. نفتح هنايا بعد ما طاب لي اللحم تاعي، شوفوا لي الله يبارك كيفاش راهو هايل، يتفتت وحده يا البنات صدقوني راهو يدوب في الفم. واش ندير، نجيب صحن يكون كبير ورايحه ننزل هذاك اللحم نتاعي لاني حبيته يقعد هكذا محافظ على الشكل نتاعو باش يبان في التقديم. وتانيك ما حبيتهمش انا يتفتتوا باش يبانوا شابين، وهنا باش ما يجيكمش هذاك اللحم تاعكم ناشف. وتاني كي البنات ما يكحالش معكم، لازم ديروا له كميه قليله هكذا تاع المرقه، تعاودوا تغطوه بالسيروفان وتخلوه على جنب. وهذا الماء بحد ذاته راح يخلي هذاك اللحم تاعكم ما يجيكمش كامل ناشف. وتانيك ما يكحالش معكم كيما سبق وذكرت. وندير الخضرة تاعي طيب ونغلق عليها حوالي 6 دقائق فقط، وراح تكون حاضرة ووجدة. ونجوزو هنا لاخر خطوة واللي هي هنا كمية تاع الطعام بعد ما فارت لي راح نحطها في الجفنة. شوفوا لي الله يبارك ما تعجن ما والو، راح يجيكم الطرية البنات صدقوني يجي هايل. ووصفتي اللي جامي نبدلها واللي يذوقوا عندي يطلب الوصفة. وعلى بالي بلي جا الفيديو طويل وانا راني غير نختصر. هنا كي ديروه في الجفنه راح نديروا له كميه تاع الزبده ولا تاع المارغرين وتحاولوا تدفنوها من تحت. بعدها راح تخلوه يرتاح حوالي 2 دقائق. لازم هذيك الزبده تذوب، بعدها تخلطوه هكذا باش ما يزيدش يعاود يتعجن معكم لانه راهو طري. هنا غير دوب لي الزبده هذيك رايحه نحاول هكذايا نخلط ونمزج مليح. صدقا اللي ما يحبش الزبده ولا مارغرين يقدر يستعمل زيت الزيتون، تانيك راح يجيه بنين. خلوه يدفع حاجه قليله، وهنا كان البخار داير حاله على بها خليته يبرد فوق زياده. ما يهمش كامل، نزيد نعاود نحكوه هكذايا بيدي باش تدخل هذيك الكميه تاع الزبده في الحبه تاع الطعام نتاعي. بعدها راح نجيب طبق التقديم ونحاول ندي هنايا الكمية اللي نحتاجها
ونستفو هكذايا من فوقه ونعدل الوجه نتاعو باش يجيني شباب في التقديم. مجرد اقتراح، تحاولوا ديروا الاطراف هكذا حابطين، والوسط يجي شويه هكذا كي شغل بومبي باش يجيكم الشكل نتاعو شباب. نعاودو نوليو للمرقه. شوفوا لي كيفاش راهي تشهي. اقتراحات تقدروا تزيدوا حبه تاع الحار، انا ما درتش لاني عندي ولادي صغار ما ياكلوش الحار. المرقة أنا نحبها هكذا، ما تكونش خفيفة وما تكونش ثقيلة فوق زيادة. كاين ناس تحبها ثقيلة من هكذا، خلوها زي تعاود تعقد. فقط أنا هنا نحبها هكذا. على بها راح نحي الخضرة تاعي اللي راهي طابت، ميم الحميصة باش كي ندير معاكم المونتاج يجيني الفيديو قصير. ندي الزرودية تاعي ونديرها دور مساير. حضرت معكم ما قبل وصفة التخشوخة، وقلت لكم بلي احنا في العجين كامل نحبوا الخضرة، على بها انا كترت. مي بيناتنا يا البنات مولفة ندير ضعف هاد الكمية. المهم اليوم زعما باش نكون اقتصادية شوية، ما تقولوش هادي راح تاكل طعام ولا خضرة. على بها نقصت شوية. كل واحد واش يحب، كاين اللي يحبوا العجين وكاين اللي يحبوا الخضرة بالعجين. احنا صراحة نحبوا العجين بالخضرة هكذا. المهم ستفت هنايا الخضرة تاعي هكذايا، بعدا راح نزيد نعاود نستف هذيك الحميصة دور مساير. والتزيين راح يولي ليكم كيما تعرفوني، مجرد اقتراح دايما نشاركه معكم والقرار يعود اليكم. واكدوا لي هنا على اللحيمه تاعنا يا البنات كيفاش راح تقعد لكم هكذاك شامخه، وتانيك ما تكحلش معكم كي تغطوها بالسيروفان وديروا لاصوص معاها. وهذه هي المرقة تاعنا. شوفوا لي تاني كيفاش تجي هايله حميمه شابه ومنسمه. ندير كلش في طبق تقديم ونشوفوه. وبسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، واللي كانت كسكس. وبحد ذاتي صراحة نسميه طعام اللمة، لأنه نطمو هكذا في صحن واحد وناكلوه يا البنات. اللي راهي تتوحم تسمح لنا، وصدقا جربوا هاد الوصفة، راهو جاي العيد خبوها راح تحتاجوها. اللحم تاعنا يجي زبدة كيما راكم تشوفوا، وطعام طري لاصوص عاقدة مجمرة روعة. شاهدكم في الجنة. وما تنساوش تخلوا لي جيم إذا كان عجبكم الفيديو. أحبتي في الله، نوعدكم بفيديو آخر وإلى الملتقى إن شاء الله.